من واحد الان راهو خاطب العجل لابارير راه طول وبعد بطل، خاطر ما قدرش يشري لابارير، هو طول قالوا له خلاص حبس. يعني انسان مره راح يشوف شاف المراه عجباته، هو عاقل وليد فاميليا، وبعد ما قبلولوش. علاش ما قبلولوش؟ ايا ندخل الواقع ديالنا، وانا لست ضد العرف، لكن مانيش حاب نخلي العرف اللي راهو يتحكم فينا ويولي قران وسنه. الان نبداو نطلعوا، نبداو سيليباتير ما تخافوش برك ياك، هاي نبداو نطلعوا، تبدا تطلع انت الشوفه لازم تمد، ودوك السومه تاع الشوفه راهي طلعت، وبعد المهيبه الخطبه الخاتم العرس تجيب لها كبش بوقرون بالدقيق تنسى اللفت يقدروا يحبسوا، وبعد العرس الصاله السبوع 40. هذا التعب اثقل، يعني كاهل الشباب يا اخوان. يعني انسان مره راح يشوف شاف المراه عجباته، هو عاقل وليد فاميليا، وبعد ما قبلولوش. علاش ما قبلولوش؟ ما كانش على باله مسكين باللي يمد حق الشوفه، قال لك ما مد لها والو. قال لي يا شيخ كيفاش؟ قلت له ما خلصش باركينغ، قال برا كان يشوفها باطل، وطلع في الدار قالوا له لازم تخلص 400,000. لكن هل ذوك نسيانه لهذا الامر ضيع هذه المصلحه، ضيع هذا الشاب الذي ذا خلق ودين. فالانسان يحاول الا ان يكون بسيطا في تاسيس الاسره. وانا نتكلم الان مع ارباب الاسر. لما يجيك انسان ويكون مليح وإنسان ذا خلق وبسيط ومليح وذا خلق ووليد فاميليا وراجل، يا سيدي ما نقولكش انا كيما نقولوا حنا دوك في الواقع، واش يقول لك؟ ما نمدهاش باطل، واش مشكله ما تمدهاش باطل، بالك انا بنتي ندير فيها شرطه. لكن الاشكال ما تخليش هذا الامر يروح، هذا لك برك تراك حاب تقلب، لكن شغل العرف ما نقدرش انا الله غالب. وتضيع الفرص. كم من واحد الان راهو خاطب العجل لابارير راه طول وبعد بطل، خاطر ما قدرش يشري لابارير، هو طول قالوا له خلاص حبس. البساطه في بناء الاسره. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كيفاش كانت الاسره تبنى؟ عن سهل بن سعد الساعدي قال ان امراه عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل، يعني رجل من الصحابه: يا رسول الله زوجنيها. قالوا يا رسول الله زوج هذه. فقال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. فقال اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا ولا خاتما من حديد، إلى آخر الحديث. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا معك من القرآن؟ فقال معي سورة كذا وسورة كذا لصور يعددها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أملكناكها، يعني زوجناكها بما معك من القرآن. حديث رواه البخاري. قال له زوج هذه يا رسول الله. قال له ما عندك من شيء؟ قال له ما عندي والو. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد، اكرو نيميرويت ولا ديس او تزوج السيد، سلك الامور، خلي الامور تمشي. ما عندوش. قد يقول الواحد وكيفاش نديروا؟ النبي صلى الله عليه وسلم التقى بعبد الرحمن بن عوف وعليه صفرة، فقال له ما لك يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت. قال ماذا أمهرتها؟ قال نواة من ذهب. ما قالوش علاش مديت لها نواة من ذهب؟ مليح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مش حب يقول لنا البساطة وشنو هي؟ تعيش قيسك، دير وش راك قادر، هذا هو البساطة.